السلام عليكم يا احلى متتبعين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيك بالشوكولا كتجي رائعه. بالنسبه للمكونات كنحتاج جوج بيضات في خلاط الكهربائي. كنحتاج الروح، هذا النكهه ديال الفاني، انا كانت عندي متوفره هذه. كنحتاج واحد كاس ديال السكر الخشن. كنحتاج نصف كاس ديال الزيت نباتيه. بالنسبه لهاد الكيك كتجي رائعه البنات كنحتاج واحد كاس ديال الحليب السائل. كنديروا واحد القبيصه ديال الملح اللي كتعدل لنا الحلاوه. صافي درنا الملحه، دابا غادي نغطيو عليها ونديوها نطحنوها مزيان حتى كتطحن مزيان، عاد تندوزو نديرو النواشف. بالنسبه للنواشف كندير واحد 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر. كندير الدقيق تيبقى على حسب الخليط، وجوج خمارات ديال بيكي باودر 16 غرام. صافي كناخذ المول ديالي كندهنو بالزبده كنرشو بالدقيق، ما خويت الخليط ديالي في المول تنضغط عليه بهذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا، باش كتقاد لينا الخليط ما كتجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. صافي دابا غادي ندخلها للفران اللي سبق لي وشعلته على 200 درجه الحراره. كنديرها على التحت حتى كتحمر لينا وتطلع لينا، عاد كنشعلوا عليها من الفوق باش نحمروها. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت لينا، نتوما كتشوفوا كتجي طالعه وكتجي رائعه. صافي دابا غادي نحطها باش نخليها تبرد تماما، عاد غادي نقلبها في صحن التقديم. نقلبوا الكيك ديالنا نقلبوها في صحن التقديم باش نزينوها. بالنسبه للزين كيبقى اختياري، انا غنزينها بالصوص الشوكولا وشويه ديال الكركاع. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بعد ما درت لها شويه ديال الصوص الشوكولا. بالنسبه للشكلاط كندير معاه شويه ديال الحليب صافي، وكندهن الكيك ديالنا. بعد ما دهنت الكيك زينتها بشويه ديال الكركاع، والاختيار كيبقى لكم باش ما بغيتو تزين زين كيبقى على حسب الذوق ديالكم. نتمنى تعجبكم، خليتكم في امان الله وحفظه، مع السلامه.